المدام طالعة بدل ما تعتذر للشعب المصري اللي هي هزقته وشتمته ووصفته انه معفن ومنتن وريحته جلة واسنانه زفت، بدل ما تعتذر وتقول اسفة انا بعتذر ليكم يا اهلي يا ناسي، انا منكم وانتم مني وبعتذر ليكم وسامحوني، لا دي طالعة تقول لك توضيح. يا استاذة في حاجة اسمها ثقافة الاعتذار، في فرق بين التوضيح والاعتذار. امال ايه مثقفة ولا انت بتدعي ثقافة؟ فين التعليم يا مدام؟ فين الثقافة؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ طبعا برحب بحضراتكم وكل سنة وانتم طيبين، ويا رب دايما ايام سعيدة وايام عظيمة على بلدنا، على مصرنا الحبيبة. الفيديو ده انا بسجله من داخل مسرح نقابة المهن التمثيلية. شرفني النهارده الفنانة الكبيرة الأستاذة سماح أنور، والفيديو ده معمول علشان الأستاذة سماح أنور عايزة توضح بعض الأشياء التي يعني وصلت للناس بطريقة غير مقصودة، وأنا هديها بقى الكلمة هي تتكلم وتوضح اللي عندها. اتفضل يا فندم. شكرا جدا. أنا بشكر حضرتك طبعا لوجودك جنبي في الموقف ده وفي سوء الفهم ده. أولا بشكر كل الناس اللي تفهمت موقفي، وبشكر كل الناس على وقوفها جنبي. وبالنسبة للناس اللي فهموا موقفي غلط أحب أوضحه. طبعا أنا ست مصرية، طول عمري مصرية وأهلي مصريين، ويعني مصر دي لها عليا كتير، وما كنتش حابة أي حاجة دون مصر وشعب مصر. المشكلة إن أنا كان عندي مشكلة شخصية. المشكلة الشخصية دي كانت تخص والدي ووالدتي الراحلين، وعملت فيديو وكنت منفعلة جدا تجاه الناس اللي تسببوا في المشكلة دي، وتفسر الفيديو بشكل غلط. أحب أقول جملة واحدة بس، وما أعتقدش إن في أي جملة تانية تنفع بعدها. مصر وشعب مصر خط أحمر. العيب على اللي طالع معاكي ده اسمه استخفاف بالعقلية المصرية واستخفاف بالمصري. انت طالعة مش تعتذر، انت طالعة تستخفي بعقلية المصريين. ايه نسيتي اللي قلتيه؟ نسيتي اللي انت هزقتيهم وسخرتي منهم؟ منتهى التكبر والتعالي. انزلي تواضع يا مدام، خليكي من الناس اللي هي عملتك، اللي انت تستخفي بيهم وتقول ان انتوا ولا حاجة وشوية معفنين. نسيتي اللي قلتيه؟ نسيتي خالص اللي انت طالعة وتقول انتوا ولا حاجة؟ ما احنا عارفين انها شخصية ومشكلة فردية بينك وبين صاحب الشقة، لكن انت عممتيها. بدل ما تكلمي فرد كلمت شعب بأكمله. اللي قلتيه ده اسمه استخفاف بالعقلية المصرية، مش بس المصريين الموجودين بالخارج ولا الداخل. انت بتستخفي بينا احنا يا مدام. سعيد يولع، بس انتوا طبعا الناس الجهلة ما تعرفش الكلام ده. هتفضلوا تبهدلوا وتدبحوا في الفنانين يا شعب مصر كتير. قيمتكم بترموها وتدوسوا عليها وفاكرين ان هيبقى لكم قيمه بعد كده. الفن المصري بيدي قيمه، في وسط عايشين مالهمش قيمه وهيموتوا ولا حد هيدرك. عايزه البلد دي يبقى فيها بني ادمين عارفين قيمتها، لان البلد دي اللي موطيها ناسها. بعد كده لا نقبل هذا الهراء، لانك هزقت شعب بالكامل ولا حتى اعتذرتي، وحتى الاعتذار مش مقبول، الا اصلا ما حصلش، لانك سخرتي وهزقتي شعب بالكامل، واولهم اللي قاعد جنبك ومطلعك دوت. ولا هو مش فاهم كده؟ ده لو مش فاهم كده دي تبقى كارثه. تفهم في وسط عايشين مالهمش قيمه
وهيموتوا ولا حد هيدرى كانوا مولودين امتى ولا عاشوا عملوا ايه ولا ماتوا امتى ولا لهم لازمة اصلا. الدنيا كده 1% بس له لازمة. 99 مليون اللي سكنوا فيها الفنانين الكبار دول اتحط عليها يافطة هنا عاش فلان الفلاني. ايه اللي جرى؟ قالوا لهم لا ممنوع. يافطة ايه؟ امشي. بس انتوا طبعا الناس الجهلة ما تعرفش الكلام ده. بس القرف دول اللي ريحتها رجلين، اللي ريحتها وحشة، اللي ما بيحبهمش خالص، اللي مش سعيد يولع. بس انتوا طبعا الناس الجهلة ما تعرفش الكلام ده. هتفضلوا تبهدلوا وتدبحوا في الفنانين يا شعب مصر كتير. قيمتكم بترموها وتدوسوا عليها وفاكرين ان هيبقى لكم قيمة بعد كده. الفن المصري بيدي قيمة في وسط عايشين مالهمش قيمة وهيموتوا ولا حد هيدرك. عايزة البلد دي يبقى فيها بني ادمين عارفين قيمتها، لان البلد دي اللي موطيها ناسها. بطلوا قرف بقى. مصر خط احمر ليكي وللي زيك. الكلام ده تقولي ليه لنفسك انت مش لينا. توجهي الكلام ده ليك انت طالعه تهين الشعب المصري بطريقة اخرى، اهانة للشعب المصري بطريقة اخرى. هو ايه ده؟ ايه الاستفزاز ده؟ انت اللي مطلعك. ايه اصله ده؟ لازم تتحاسبي اعتذار غير لائق. ما ينفعش اغلط للناس واطلع اقول اعتذر، ما ينفعش. ده حتى الاعتذار ما حصلش، ما اعتذرتيش. ده حتى كلمة سوري اسفة ما قلتهاش. ده انت مريضة بداء العجرفة. معكم البروفيسور كرمانيس استاذ اللغة الانجليزية بالولايات المتحدة الامريكية. سلام.